الموقف الثاني تعرض له صلاح الوافي. صلاح الوافي لما معه مشهد انهم القراصنه ترجمه وهو مفروض يغرق. قالوا ما اصلا ما اعرف يسبح. قالوا لا تخافش، انت فعل حركات كانك تغرق واحنا عرسل لك، او اذا شفنا كذا كان في عندنا سباح ماهر. قالوا خلاص تمام. فالرجال ما يعرف يسبح اصلا، والمشهد في بحر. رجم ابوه، بدا الرجال يغرق صدق. بعدين المخرج قال صراحه مبدع الصدق، كانه يغرق صدق، هو بيغرق صدق. فنان. شوفوا كانه يغرق، هو يغرق صدق. هو كلمهم انه ما يعرف يسبح. دخل نص البحر كان يطير. وفلاح يقول قلت لكم هذا صلاح فلته مبدع، شوفوا كانه يغرق. ولا ادري الا قد بيخرج وهبالهم سبك بر من سبتي. لما سمعوا السبه اثناء التصوير قالوا ايش فيه؟ الرجال يغرق. ويقفزوا له اثنين يخرجوه وقد دخل نص البحر لا بطنه. يعني هذه مشكله